خلقت جوا من الانطباعات الجيدة والمستحسنة، خصوصا أنها جاءت في وقتها وهي ضرورة تمليها الظرفية الحالية، حيث حضرت السلطات الجهوية للولاية بمجلسها الجهوي ومجلس دائرة مهيريز المحلي والسلطات الأمنية إلى تدشين برج الحراسة الغربي الخاص بولاية السمارة، والذي أشرف على بنائه وترميمه بطريقة عصرية ومتميزة أحد المواطنين الذي وضع كافة إمكانياته المادية تحت تصرف السلطات الجهوية وقام ببناء هذه النقطة الأمنية بشكل خلق جوا من الارتياح والطمأنينة، خاصة مع توفر هذا المقر اللوجستي المريح لعمل الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن وحماية المواطنين، مثل ما يوضح المواطن عي عمار سيد أحمد الذي أشرف بنفسه على تأهيل هذه النقطة الأمنية الخاصة بالقطاع الغربي لولاية السمارة. كوني مواطن صحراوي ولاية السمارة، وإن شاء الله راجعين عند مولانا لا تعود الوصية للناس كاملة، تعود كاملة تعاون على همهم وتعاون على الشيء اللي يتعدلوا في إطار هذه القضية. وهذه معركة مرسومة من 13 نوفمبر اللي قد منها يعدل شيء يعدلوا كامل، لا يقول حد لأن المواجهة للبلدان مواجهة في بلد تطوع بهذا العمل اللي ذا هو حال وشوف، ونتمناه الإصلاح إن شاء الله للناس كاملة، ونتمناه اللي رحموا على الشهداء الأبرار كاملة. السلطات الجهوية التي حضرت لهذه العملية ثمنت الخطوة واعتبرتها هامة ومثمرة، خصوصا أن المواطن له دور هام في معركة تنوير الرأي العام وانخراطه في معركة كسر حاجز الانزواء لأخذ زمام المبادرة، مع ضرورة تثمين هذا الجهد المشكور، مثل ما توضح عضو الأمانة الوطنية والي الولاية مريم السالك. باسم سلطات ولاية السمارة وجماهيرها نقدم تشكراتنا الحارة. ولاية السمارة وجماهيرها نقدم تشكراتنا الحارة للأخ عي على هذه المبادرة. هذه ما هي المبادرة الأولى، خالقات مبادرات ثانية سابقاتها، تجنيد الشباب، المشاركة في حملات النظافة، دعم الولاية بآلية توزيع الخبز من أجل عنها توصل للمواطن 200 قطعا عنه عي إجازه بالخير والإحسان. هذه ما هي مبادرته الأولى، نتمناه عن شبابنا كامل بشكل خاص ورجالنا عموما يعودوا في هذا المستوى، يقدموا يد العون، والناس كاملة تتعاون على الهم العام والمصلحة العامة، والتأكيد أنه هذا عمل مثمن ومقدر. وشكرا جزيلا له، شكرا للمواطنين ولاية السمارة عامة على مساعداتهم وعلى مساهماتهم، وشكرا للقطاع النفعي في ولاية السمارة كذلك على مساعداته ودعمه أثناء الهب لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ودعمه أثناء مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. توفير الإمكانيات المادية والبشرية للأجهزة الأمنية مع مقرات مثالية للعمل لا بد أن تكون عوامل مساعدة في تحسين دور هذه الأجهزة التي لا غنى عنها في تحسين الأوضاع الأمنية داخل المخيمات.